بقول لك ايه، مش انت بتحب الفيل طبعا. وبتحب بوبي اكيد؟ اكيد. فاكر الولد اللي انا كنت واقف معاه من شويه؟ ايوه، ماله؟ انا عايزك تروح له وتعمل اللي انا هقول لك عليه بالظبط. ما تعيطش ليه؟ انا مش قايل لك تعيط؟ ما انا عيطت يا حبيبي لا، انا عايز عياط مستمر تفضل طول عمرك تعيط. يلا اتفضل. عيط عيط يا حبيبي، العياط بيريح. عيط وخد راحتك. انا عايز مدير المدرسه. فين مدير المدرسه اللي خير يا فندم، بس اهدى، انا المدير. حضرتك المدير؟ ايوه. اعلى مدير ولا في مدير اعلى من حضرتك؟ انا مدير المدرسه كلها. امر تحت امرك، بس يا ريت الولد يهدى شويه عشان اقدر اسمعك. يا ريت الولد يهدى، انا مش عارفه اهديه. اديك شايف الحاله اللي هو فيها. هو ايه اللي حصل؟ قول له. ضربني. اتفضل حضرتك. ولد ضرب ابني في المدرسه. انا جايب الولد بقى يتضرب ويدرس الفيل. هي دي المدارس الانترناشونال بتاعتكم؟ معقوله؟ ده لسه لحقنا، ده تاني يوم دراسه. اديك قلتها. امال بعد سنه هتعملوا ايه؟ انا عايز بابا الطفل ده يجي المدرسه دلوقتي حالا. الولد اسمه ايه؟ يا حبيبي خلاص. باباه اسمه خالد نور. لا، اسم الولد اللي ضربه. انا هعمل ايه بالولد حضرتك؟ انا عايز باباه. انا عايز اجيب بقى تربيه الطفل ده من اولها خالص. انا لازم اعرف اسم الولد عشان نجيب باباه. الولد اسمه نور، يعني كده اسمه نور خالد نور. ابعت لي الولد اللي اسمه نور خالد نور بصراحه. ايه ده؟ اقفل حضرتك، اقفل. بتعمل ايه؟ طفل ايه؟ بقول لك انا عايز باباه. ايوه، احنا هنصالح الولدين على بعض واخلي الولد يعتذر لابن حضرتك. يا سلام، حضرتك عايزني انا اتكلم مع طفل؟ ايه، شايفني عيل صغير قدامك؟ يا فندم العفو، انا ما قصدتش كده خالص. اهو الطفل ده لو جه هتشوفني عيل صغير قدامك، ومش هعرف افسرها لك خالص لان انا مش فاهمها خالص برضه. خير معلش. خير يا باشمهندس، الف سلامه. الله يسلمك يا خالد. الحمد لله. انكتب له عمر جديد. خير، في ايه اللي حصل؟ امبارح كان في تجربه وحصل تسريب. الحمد لله جت سليمه. لا التسريب ده حلو يا الف سلامه. معلش. سيبه انا هسنده. طيب، اتكل على الله. بقول لك ايه، احنا هنخش هنا نريح شويه عشان انت الطرقه طويله، وشك مش هيستحمل. هنا فين؟ تعالى بس. لا اله الا الله. ايه ده؟ في ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. بالراحه. تعالى ارتاح من التسريب. معلش، كلنا معرضين لده عادي. معرضين ليه؟ ايه اللي حصل يا باشمهندس؟ كلنا معرضين لده حضرتك، احنا بشر، كلنا بشر وبنغلط عادي. غصب عني يا فندم، غصب عني. انا ما عملتش حاجه. بس انا كنت. انت ما تتكلمش، انت هتتكلم وهتحكي. خلاص اهدى يا باشمهندس. عادي انك تبقى في تجربه ويحصل تسريب او حتى انفجار، هو بايدك. هو ده موضوع التسرب اللي حصل من يومين؟ ايوه ايوه هو خلاص. هو حضرتك عندك علم بالموضوع ده؟ طبعا عارف. عارفه. اتمنى بس يا فندم ده ما ياثرش على شغلي مع حضرتك. يا جدع انت بتقول ايه؟ ما فيش الكلام ده. بعدين الشغل في الشؤون الاداريه مش متعب خالص، ما تقلقش. يومين وهترجع الشغل تاني. ايوه، هيكونوا حضرتك المكتب جنبي. تقلقش يا فندم، انا بالنسبه لي انا هفهمه طبيعه العمل في الشؤون الاداريه ايه بالظبط. لا، شؤون اداريه ايه؟ هيرجع مهندس. يرجع شغل مهندس تاني؟ شكرا جزيلا يا فندم. شكرا. استاذنك، اتفضل. شكرا جزيلا ويرجع شغله؟ هو ايه اللي بيحصل بالظبط حضرتك؟ مسجل عندك يا استاذ خالد في الكشف، هيريح يومين ويرجع تاني. هو انا ليه ما ريحتنيش يومين ورجعت تاني؟ ما انت رجعت تاني. رجعت على مكتب، ما رجعتش شغلي ليه؟ هو انا كافر حضرتك دي غلطه زي غلطه، والاتنين اهمال. لا يا استاذ خالد، مش اهمال. هو حصل له حاجه قدريه كلنا ممكن نقع فيها. هو يا استاذ ما جابش مراته وابني يتفسحوا في التجربه. يتفسحوا؟ يعني حضرتك انا هجيب مراتي وابني افسحهم في مفاعل؟ استاذ خالد، مش عايزين نتكلم في الموضوع ده كل يوم. اتفضل على مكتبك. الو. ايوه انا خالد نور ابني.
ماله؟ بابي خير يا حبيبي، في ايه؟ خير. النور عمل ايه حضرتك؟ حضرتك ما تقلقش، هو بس والد واحد زميله كان عاوز يتكلم معاك شويه. الحقيقه ان ابن حضرتك ضرب ابنه. ابني ضرب ابنه؟ ايوه. هو فين ده يا فندم؟ الحمد لله على السلامه. هو انت؟ انتوا تعرفوا بعض؟ حضرتك انا ابني ضرب ابني ده؟ ايوه. مفيش حاجه يا فندم، الموضوع خلصان. الولاد يعني مش هقول لك يعني اخوك كبير، لا ده يعتبر بابا الصغير يعني. بقول لك ايه، انت كل شويه تقعد تطلع لي وتقول لي على اخوات وان في بينا قرابه واهل ومش عارف ايه وكلام غريب من ده، في ايه مالك؟ خلاص يا فندم، يعني واضح ان انتوا معرفه، يبقى مفيش مشكله والاولاد كويسين. لا حضرتك، ولا معرفه ولا زفت. يعني ايه ولا معرفه ولا زفت؟ حضرتك انا اسمي على اسم ابنك وانت اسمك على اسم ابني. حضرتك عرفت الموضوع ده؟ هو حضرتك ايه المفرح في المعلومه؟ يا سيدي عرفت وحفظت كمان، وهريحكوا خالص. انا ابني غلطان وهعاقبه عقاب ما حصلش في الدنيا قبل كده. لا ما تعاقبوش، ابن حضرتك متربي وزي الفل. يا سيدي ده ابني، ده ابني وانا حر فيه، وبعتذر لك وبعتذر لابنك اللي اسمه على اسمي وابني اللي اسمه على اسمك انه ضرب ابنك اللي اسمه على اسمي. ماشي، انا اسف وهنقله من المدرسه خالص. تنقله؟ نعم. ايه اللي نعم؟ تؤمرني بحاجه تاني؟ لا يا فندم شكرا. بعد اذنكم، بعد اذنكم. اتفضل. يا باشمهندس خالد. بس يا ابني يا باشمهندس. بس يا ابني. يعني ايه اللي حضرتك بتعمله ده؟ انت هتسيبه ينقل ابنه من المدرسه عادي؟ يا فندم هو حر، يعني هقول له ايه؟ طب يلا بينا يا حبيبي يلا. طب ما تسيب الولد يطلع فصله. لا ما انا مش عارف بقى، انا هنقل ابني من المدرسه انا كمان ولا لا؟ بعد اذنك انا كمان، بعد اذنكم يلا يلا يا حبيبي. ده اغرب يوم دراسه عدى عليا. يا باشمهندس خالد، يا باشمهندس خالد اسمعني. ايه انت ايه يا جدع؟ انت حرامي ولا نصاب ولا جنس تالت ولا ايه حكايتك بالظبط؟ انا مش فاهم. ايه ده؟ ايه اللي حضرتك بتقوله قدام الاطفال ده؟ عيب جدا. لا ما انا اصلي راجل قليل الادب، وباذن الله اخلي ابني يطلع قليل الادب زيي. طب ايه رايك بقى ان ابن حضرتك باذن الله هيطلع شاب زي الفل؟ اسمع مني. لا اله الا الله، سيبني في حالي وامشي. طب ممكن تديني دقيقه اشرح لك؟ يا ريت ده انا نفسي افهم منك اي حاجه. طب ممكن اطلب من حضرتك طلب وما تفهمنيش غلط؟ ما فهمكش غلط، اتفضل. ممكن نبقى لوحدنا؟ لوحدنا؟ لا معلش، مش هينفع نبقى لوحدنا، معلش. طب ممكن تدخلني العربيه؟ ادخلك العربيه؟ تهبب ايه فيها؟ مش انا اللي ادخل العربيه حضرتك، انا قصدي يعني نور الصغير، بيبي نور يخش العربيه وانا هشرح لك، انا اصلا جاي عشان اشرح لك. روح نور يا حبيبي، استناني عند العربيه معلش. وانت خالد يا حبيبي استناني عند العربيه. خير، اتفضل. انا هجيب لك من الاخر، اتفضل. دي اللي هتخلص كل حاجه. الله يخرب بيت دي صدفه. نيلة اسمك على اسم ابني، ونيلة اسم ابنك على اسمي. تحب نقدم في موسوعه جينيس ولا تحب نعمل ايه؟ لا ما اللي حضرتك مش فاهمه ان دي اصلا مش صدفه. امال ايه؟ انا ابنك، انت بابا. عارف انك مش مستوعب، انا في الاول برضو ما كنتش مستوعب خالص. لا هو مفيش حاجه اصلا عشان الواحد يستوعبها ولا ما يستوعبهاش. مفيش حاجه الواحد اصلا يستوعبها او ما يستوعبهاش اللي انت بتقوله ده. ماشي؟ ابن مين؟ ابن مين يا بغل انت؟ بل انت اول مره تشتمني يا بابا. انا اول مره اشوفك اساسا. طب ما انت حضرتك شفت البطاقه. عادي، اي بطاقه في الدنيا ممكن تتزور، وبعدين انت مزور غلط اساسا. مش مزوره على فكره، وايه الغلط اللي فيها؟ ماشي، تحب اعمل لك مفاجاه انا كمان؟ تعالى بص كده، شايف انت مكتوب مواليد كام؟ 88 صح ولا انا شايف غلط؟ بص انا بقى مواليد 87. معنى الكلام ده بقى ايه؟ ان انا خلفتك وانا عندي سنه. لا انا لو من قوم عاد مش هعرف اعمل حاجه زي كده. يا بابا مش كده، مش كده، الموضوع مش زي ما انت فاهم. انا مش فاهم حاجه اصلا، انا مش فاهم اي حاجه. بص، ابني اللي في العربيه هناك ده هو ده اللي معايا بس. على فكره انا ابنك اللي في العربيه ده، بس زمان وانا صغير. انت تيجي معايا. يعني اخيرا اقتنعت. لا هاخدك للدكتور عشان يشخصك ويعالجك صح.
دكتور ايه؟ دكتور ايه؟ انا مش مجنون على فكره. طب فاكر لما كنت عند حضرتك في البيت وقلت لك مكان باب الحمام المكسور؟ ده ما يثبتلكش اي حاجه؟ عادي، كل ده كلام جوه دماغك. على فكره انا بكدبك، كلامك مش هيفرق معايا في اي حاجه. ماشي، ممكن البطاقه؟ قوي قوي. هي بقى اللي من الاخر دي ايه؟ انت جبت الصوره دي منين؟ شفت؟ ذكاء اصطناعي. ام كلثوم ممكن تغني الويجز عادي جدا. طيب بلاش. فاكر زمان؟ لا لا لا، مفيش قواله تاني، مفيش اي قواله تاني. ولو شفتك تاني قسما بالله، انت مش بتقول ان انا ابوك، هديك بالجزمه، عشان ده شغل نصب غريب وغبي غباء غير عادي. انا مش نصاب على فكره. ما فكرتش ان اللي حصل ده ممكن يكون بسبب الانفجار؟ انفجار ايه؟ الانفجار اللي حصل لنا في التجربه بتاعتك لما جيت لك انا وماما. بالاماره كان يوم عيد ميلادي وعيد ميلادك، وانت ربنا يديك الصحه ربنا افتكرك. ربنا افتكرني؟ انا ربنا فاكرني على طول، وربنا فاكرني وانا دلوقتي، ما انا قدامك اهو زي الفل، وربنا فاكرني الحمد لله كويس. ما ده اللي هيجنني. لا انت تيجي معايا. كنت متاكد ان ده اللي هيقنعك. الدكتور للدكتور. يا دي الدكتور. ما هو الدكتور يا الشرطه، يا الدكتور يا الشرطه، عشان انا زي ما وعدتك قسما بالله لو شفتك تاني ولا قلت لي كلمه واحده بس زياده هضربك بالجزمه. ماشي؟ شكرا يا حاج، تاني مره تشتمني. الله، ايه الاشعه الحلوه دي؟ طب ده احنا 100 100. طيب لا انت كويس، فاكش اي حاجه، بس برضه لازم تعملي المقطعيه. ليه؟ هي الاشعه دي فيها ايه؟ مش هقول لك قبل ما تعملي المقطعيه الاول، بس انت زي الفل ما تقلقش. طب انا قدامي قد ايه؟ احنا خلصنا، تقدر تتفضل. لا، قدامي قد ايه في الدنيا؟ ايه ده؟ ايه السؤال الدرامي ده؟ ما انت مش عايز تقول لي انا عندي ايه؟ ايوه، مش معناها ان انا مخبي عليك حاجه. انا لازم بس اتاكد من اي حاجه قبل ما اقولها لك، بس انت زي الفل. مش هتكتب لي على اي حاجه؟ لا، ادويه انت مش محتاج ادويه. مش شرط ادويه، فيتامينات. لا مش محتاج فيتامينات. انت مش تكتب لي على اجازه؟ هو انت جاي عايز نكتب لك اي حاجه وخلاص؟ يعني امضي لك على اوتوجراف على روشته لو تحب. يا ريت. ايه اللي يا ريت؟ انت زي الفل يا استاذ حماده، ما تقلقش. يلا اشوفك كمان اسبوع. يعني انا تمام وسليم وكويس؟ 100 100. بجد يا دكتور؟ يعني انا كويس وسليم؟ بوم. الف شكر يا دكتور. الله يخليك يا حبيبي. مساء الخير. مساء الفل. ده ايه المفاجأة القمر دي؟ أنا كنت قريبة منك وقلت أعدي عليك، يعني أشوفك لو قربت تخلص. أنا قدامي 5 حالات وأكون خلصت. طيب أنا هستناك بره، خلص براحتك خالص، وبعدين نبقى نروح نتعشى سوا. لا لا، روحي انتي، وأنا أول ما أخلص هجيلك على أحر من الجمر. لا يا حبيبي، مفيش مشكلة، أنا هستناك. طيب أنا هحاول أخلص بسرعة جدا وأجيلك على البيت. لا بسرعة إيه؟ دول عيانين، مفيش حاجة اسمها بسرعة. خد راحتك خالص وأنا مستنيه. إيه ده؟ ده إيه التفهم والجمال والعسل ده؟ أنا بره. طيب. نسيت المفتاح. أمطار غزيرة بالإسكندرية والقليوبية، يا كريم يا رب. هو في ايه؟ الحمد لله مفيش أمطار في الزقازيق وفي القاهرة. يا بابا من فضلك افتح الباب، أنا في المطبخ إيدي مش فاضية. جدك اللي هيفتح، جدك اللي هيفتح الباب. يا مطول العمر يا رب. الحمد لله.
والأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله توكلنا على الله. الحمد لله على السلامة يا عم حضري. الله يسلمك. ورا ايه يا ابني في ايه؟ هي الدنيا طارت؟ لا ما طارتش ولا حاجة. ممكن ندخل البيت؟ ممكن. حبيبي حبيبي حبيبي. ايه يا عم حضري؟ ما تفوق معانا كده. ايه جرى يا خالد يا ابني، انت متساعد ومتصربع كده ليه؟ الدنيا طارت. بعدين ما انت عارفني كويس، انا لازم اخد القرار السليم في الوقت السليم بالتصرف السليم. متصربع ايه؟ متصربع ايه؟ انت اللي متأني قوي يا عم حضري، يعني دي فتحة باب. وهي فتحة الباب دي شوية؟ شوية فتحة الباب؟ لا طبعا. امال ايه؟ وبعدين يا ابني انا راجل تقدمت في السن، يعني لازم حركتي تبقى محسوبه. افترضنا اتكعبلت في رجل البتاع دي وقعت اتكسرت، وانتوا اللي هتشيلوا الليله، هتشيلوا هم يا ابني. بعد الشر. يعني انا لازم اخد وقتي. طب ووقتنا احنا ايه؟ ماله وقتكم؟ ما انت كده تبقى بتاخد وقتك ووقتنا يا عم حضري. لا ماليش كلام معاك تاني. ليه بس؟ خلاص لا ماليش كلام معاك. ليه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. جيل متصربع. معلش انا اسف. جيل فظيع يا انا اسف. انتوا جيتوا، الحمد لله على السلامة. انت قطعانه بره على الباب ليه؟ فين ده؟ ما انا قلت لبابا يفتح له. ما هي دي القطعه، ما دي القطعه في نفسها. انت قلت لك قبل كده 100 مره ما تخليهوش يعمل اي مهمه خالص، ما تسلموش اي حاجه. انت مالك متعصب كده ليه؟ وحصل حاجه بره؟ لا ما حصلش حاجه مره، انا جاي كده. هاكل ولا اخدش انام؟ هتاكل طبعا، انا يا دوب هعمل السلطه بس. ايه؟ انا سمعت كلمه سلطه صح ولا؟ هعمل السلطه. لا سلطه وابوكي موجود. ابوكي سلطه. ده قراري، ده قرار السلطه. تسلم ايدك يا سيدي الكل يا حبيبي، تسلم ايدك يا بابا. مش اعمل انت السلطه، ما تخلوش يعمل السلطه. لو عمل السلطه هناكل وهننام وهنصحى الصبح، يبقى ناكل بقى السلطه ساعتها، هتبقى مخلل. حاضر. مستنيين احلى سلطه بقى يا حمايه. ايه هو ايه؟ ايه اللي ايه؟ في ما ايه؟ كنت روحت انا بقى احسن. يا حبيبي طب ما انا قلت لك كده، انت اللي قلتي هتقعدي. والله المشكله بقت فيا دلوقتي. لا انا ما قلتش كده، بس انا اعمل ايه؟ ما باليد حيله، عندي عينين كتير. تنجز يا بدر، ما هو اللي داخلك يا عيان يا مش عيان، مش مستاهله رغي. يا صلاة النبي، انت لخصتي دراستي كلها في الاحتمالين دول، يا عيان يا مش عيان. ما هو اكيد اللي جاي وعارف انه عيان، مش مستني يعرف انه عيان مني، يعني مش جاي ياخد المعلومه مني. لا انا عارفه ان انا مش هخلص، ملك الجدال. انا اللي ملك الجدال؟ طيب احنا بدأنا اليوم حلو، فعايزين نكمله جميل زي ما بدأناه. انا اسف يا ستي، انا غلطان، حقك عليا. شوفي البت انبسطت قوي لما قلت ان انا غلطان، يعني تموتي تطلعيني غلطان حتى لو مش غلطان، عشان تعرف ان انا سهله واقل كلمه بتبسطني. انا عارف، لا انا عارف طبعا طبعا. طيب بصي، انا فاضل لي 2 عيانين، هروح ابلغهم انهم عيانين واجي اخدك نشرب قهوه في اي حته. اوكي؟ نشرب قهوه في اي حته؟ لا بشربها انت والعيانين، مش عايزه حاجه شكرا، دي عيشه تقرف. طب اعمل ايه؟ اديها بالمخ دي ولا اعمل ايه؟ جواب كانت سطور وعذاب بيتلخص في اول سطر، وحشني وجودكوا زي زمان، رجوع لبيتنا ساعة العصر. لا انا مش مصدقه. مش مصدقه؟ اقسم بالله قال لي هطلب لك الشرطه. انا مش مصدقه الاغاني اللي انت عمال تسمعها دي، اغاني حزينه وساعه العصر. كفايه بقى يا نور، اقفل الموبايل. اهو قفلتها اهو. انت بتسخري من احزاني؟ اقسم بالله ما بسخر من احزانك، بس برضو الراجل معذور يعني. وانا يعني مش معذور؟ انت متخيله ان الموضوع سهل بالنسبه لي قوي، ان انا بعد كل ده الاقي ابويا وابقى مش عارفه اتمرمغ في حضنه؟ ما هي صعبه برضو على الراجل، يعني هيجي يقول لك تعالى يا ابني يا حبيبي يا اللي جاي من المستقبل، تعالى في حضني، طمني يا قلبي، اخبار المستقبل ايه؟ يعني ايه يا ياسمين الاستظراف ده؟ انت بتهزري؟ انا بتكلم بجد. المفروض على الاقل يعني يسمعني، يحس بيا. هو مش قلب الاب بيحس؟ قلب الام اللي بيحس. حلو، يبقى اروح اتكلم مع امي. دي قضيه تحرش. انت بتستظرفي صح؟ بتحاولي تهزري وخلاص.
انا موبايلي بيرن صح؟ موبايلي كان هنا. موبايلك في ايدك. في ايدي؟ دي هربت مني. قبل ما ارد يا رب يطلع بابا يا رب. بدر الحمد لله. يا بدر. يا نور، عامل ايه؟ انا تمام زي الفل. بقول لك ايه، احنا عايزين نأجل موضوع حوار طابة ده شوية عشان اتخانقت انا ويارا. حوار طابة؟ ايه حوار طابة ده؟ حوار طابة ايه انت نسيت ولا ايه؟ حوار طابة. احنا كنا متفقين نروح طابة يوم الخميس. طب كويس ان انت هتأجل بقى احسن. انا اصلا مش في المود قوي يعني. ليه مالك في ايه؟ اوعى يكون حصل اي حاجة في الموضوع اللي قلتهولي. وليه السيرة دي؟ انا ابويا بينكرني يا بدر. قلت له مش عايز يعترف بيا ومش عايز يتكلم معايا، وكان هيزقني من كتفي. الله يخرب بيتك يا ابني، وانا مش قلت لك ما تهوبش ناحيته ولا تتكلموا في الموضوع ده خالص؟ لا، هروح له وهروح له تاني وهروح له تالت، ومفيش قوة على وجه الأرض هتمنعني إن أنا أشوف أبويا. يا ابني أنت كده هتأذي نفسك. مش مهم، أنا عارف، ولو فضل يعند كده أنا هرفع عليه قضية. قضية إيه؟ قضية نسب، قضية حجر، خلع، تحرش، هعمل أي مشكلة هبلة وخلاص، بس مش هفضل واقف ساكت كده وبتفرج. استغفر الله العظيم يا رب، أنت مش هترتاح غير لما تودي نفسك في 60 داهية. أنا عارف. بقول لك إيه، تعرف تجيبه وتجيلي؟ هو إيه اللي ليه؟ هعمل لكم تحليل DNA. DNA؟ هو ده مش بيتعمل للأطفال؟ أطفال وكبار وأي حد ممكن يعمله. ده بيثبت النسب، وهنشوف بقى إذا كان معاك حق ولا يكون بيتهيأ لك، مع إن أنا متأكد إنه مش أبوك. DNA فكرة حلوة. ده صح وده صح، برافو عليك. طب قول لي بقى 50 باي 5 ايكوال كام؟ 250. برافو عليك، شطورة شطورة. طيب يا سيدي 100 باي 5. أنا مش نصاب على فكرة، ما فكرتش إن اللي حصل ده ممكن يكون بسبب الانفجار. طب فاكر حضرتك لما جيت لك البيت وافتكرت مكان الباب المكسور بتاع الحمام؟ ده مش إثبات؟ نور يا نور، تعالى يا حبيبي. عايز منه ايه؟ بيعمل هم. بس اسكتي انت دلوقتي. تعالى يا حبيبي، عايزك. حاضر يا بابا. في ايه؟ هو الجرح فتح تاني ولا ايه؟ بس بقى بس. روح يا حبيبي، كمل مذاكرة انت. ماشي. الحوار ده بقى. ايه اللي انت عامله ده؟ اهو انت اللي جاي تتكلم معايا. ما انت اللي فاضحنا. ايه البتاع اللي في ايدك دي؟ ما انا لو جيت اتكلمت معاك عادي يا اما هتزعق لي يا اما هتطلب لي الشرطه، فما لقيتش غير الفكره دي اللي اقدر اقول لحضرتك بيها اللي انا عايز اقوله. نزل العبط ده، نزل العبط ده. وبعدين انت فيك حاجه غريبه، فيك حاجه مش مظبوطه اكتر من الاول. انت حلقت شعرك. انت خدت بالك؟ شفت؟ قلب الاب وبيحس. قلب الاب ايه يا عبيط انت؟ دي حلاقه، اي حد هيشوفها عادي، هتبقى باينه. انا رحت للحلاق واديت له صورتك وقلت له عايز نفس القصه دي بالظبط، وعملها لي. طلعت شبه كوبي منك، بس طبعا السبعه اللي في النص دي قال لي مش هينفع اعملها لي عشان دي رباني تقريبا. رباني؟ لا، روح له خليه يعمل لك السبعه عشان تبقى كوبي بقى. ها؟ روح له اتكل. ايه ده؟ ايه يا اخوانا؟ ايه اللمه دي؟ اتكلوا على الله لو سمحت. يعني خلاص هتيجي معايا تعمل تحليل DNA؟ DNA يا مجنون انت. عشان خاطري سمحت. لو ليا حق الكلام اتقي الله في عيالك، لانه مهما حصل، شوف مهما حصل
لا يمكن ابدا تتهرب. اتهرب؟ اتهرب من ايه؟ بص انا قلت لك الكلمتين اللي عندي وفكر فيهم كويس. ربنا يهدينا ويهديك. الله على الكلام العاقل. هو ده قريبك؟ ده ولا اعرفه، ده مجرد واحد اقرع حكيم واقف في الشارع. في الشارع؟ وانت بتحشر نفسك بينا ليه؟ انت مالك يا ناقصك؟ اتكل على الله. لا اله الا الله، ده انا بنصحك. يا عم لا تنصحني ولا انصحك، اتكل على الله، مش ناقصاك هي. انت نازل البتاع اللي في ايدك دي بقى، خلاص نميت علينا الناس وفضحتنا. مش هنزلها غير اما نعمل التحاليل مع بعض. فكر يا بابا، احنا الاتنين هنطلع كسبانين. يا التحليل طلع صح وصدقتني، يا طلع غلط واشوف بقى دكتور نفساني يعالجني. لا حول ولا قوة الا بالله. هو ايه اللي حصل في الدنيا؟ دي الناس بتتنشأ على عيل ومش لاقيه. يا عم العن ابو رقمتك، امشي يا عم. الله، ورخم فعلا بس حكيم. بابا بابا. طبعا بتحس بزغلله ورعشه ودوخه وبتحس بكل حاجه، مظبوط؟ زغلله والدنيا بتلف بيا كده والله يا دكتور. طبعا انا فاهم. طيب انت حالتك دي مش هتاخد يعني علاج سريع، انت هتقعد مثلا 7 8 9 10 شهور، سنه بالكتير هتتعالج، بس ان شاء الله هتبقى زي الفل. نور يا ابني اللي جابك هنا، وايه حلقتك دي؟ مش وقته. قوم يا حاج يلا، قوم انت زي الفل، اتكل على الله. انت عبيط يا ابني، ايه اللي بتعمله ده؟ يا عم الراجل كويس وزي الفل، ده بيتدلع مش اكتر. بتدلع ايه يا ابني؟ بتدلع ايه؟ ده الدكتور هيكتب لي فيتامينات عشان اعرف امشي. انا تعبان يا ابني. ومين فينا سليم؟ مين فينا سليم يا حاج؟ ما كلنا تعبانين. انت هتروح تنام تتدفى كويس تعرق، هتصحى الصبح 10 على 10. يعرق ايه يا ابني؟ انت مجنون؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ يا ابني يا حبيبي، ده انا رجلي بترعش مني، ما بقدرش ادوس عليها. عارف اول ما بدوس عليها على الارض كده بدوس بتحدف مني يمين. بتحدف يمين؟ ده ترصيص يا حاج، ده ترصيص طبعا. هننزل من العياده في شمال هتلاقي واحد بتاع كاوتش. انا هوديك الاسانسير بنفسي. اسانسير ايه يا ابني؟ اسانسير ايه وترصيص ايه؟ الله يهديك. لا ده انت اتجننت رسمي، اقسم بالله اتجننت. قلت لك بيتدلع. ممكن افهم ايه الهبل اللي انت عمال تعمله ده؟ ايه في ايه؟ مش في اتفاق بينا؟ اتفاق ايه؟ مش قلت لي هات باباك وتعالى لي؟ هو فين باباك؟ جبت باباك انت فين؟ هو ازاي بالسرعه دي؟ زي ما انت. اتفضل يا بابا. مساء الخير. اتفضل اقعد يا بابا. بدر يا بدر يا بدر. مش معقول. مين ده؟ مين ده ايه؟ ده بابا خالد. مش قلت لك؟ وده حصل امتى؟ مش مهم حصل امتى، المهم حصل ازاي. هو انتوا هتقعدوا تتناقشوا وسايبيني قاعد؟ مين الاخ؟ ده يبقى دكتور بدر، اخويا، او يعني كان اخويا. احنا متربيين سوا بعد ما حضرتك سبتني. سبتك ايه؟ هو انا اعرفك؟ تشرب ايه يا عمو؟ عمو؟ ايه يا ابني؟ انت جايبني الواحد اجن منك؟ معلش اصل انا المفاجأة واخداني، عمال افكر اللي حصل ده حصل ازاي يعني. لا ما حصلش هو. احنا جايين بقى نتأكد اذا كان هو حصل ولا لا اصلا. ده معلش الكلام ده بالنسبة لك انت، لكن بالنسبة لي انا متأكد، والدليل اهو. بس يلا بس دخل الصورة دي. قلت لك الصورة دي ما فيهاش اي اثبات لاي حاجة، ممكن ابقى شبه ابوك وخلاص. شبه ابويا؟ ومرات حضرتك شبه مامتي؟ وابن حضرتك الصغنن شبهي وانا صغنن؟ ايه فانتاستيك فور؟ ما اعرفش والله، ما اعرفش خالص انا، بس كل الحاجات اللي انت بتقولها دي ما فيهاش اي اثبات. وبعدين يا دكتور حضرتك يعني هتشارك معانا الحوار وتقول رأي، ولا هتفضل متنح لي كده كتير؟ ايوه هتكلم. هو اصل الغريبه مش انك انت لقيت باباك، الغريبه انك انت لقيت باباك في نفس السن اللي انت سبته عليه. يا سلام يا سلام، الله ينور عليك. صح انت قلت حاجه دلوقتي يا دكتور بصراحه ملهاش اي لازمه، لان هو لو كان لقاني وانا في سن كبير يعني كنت هبقى في سن اب عادي، فما كانش في حاجه هنستغربها، فما كناش هنيجي لحضرتك. صح
مش مهم معايا كل الكلام اللي بتقولوه ده، المهم ان انا لقيتك. ايه ده؟ لسه ما تاكدناش. ده جايين عشان نتاكد. يلا بقى يا دكتور اعمل لنا تحليل الدي ان ايه اللي قلت عليه ده انت لما قلت لي في التليفون انا كنت هتجنن. دكتور بدر. ايه حبيبي بابا اهدى شويه. انت ليه بتتعامل مع الموضوع على انه عادي؟ ادي فرصه للناس تستغرب حتى لحظه. بقول لكم ايه، انا هعمل لكم التحليل بتاع الدي ان ايه ده، بس الاول لازم اخلص كام حاجه عندي هنا كده، يعني انتوا خليكم مستريحين، انا هروح اعملها واستاذنكم واجي لكم تاني. اوكي بدر بقى لو سمحت تسيبنا ايه يعني؟ هو في حاجه اهم من ابويا؟ ما انت عارف ابويا عندي ايه يعني. يا ابني انت مستعجل ليه؟ بقول لك هعمله معاك، انما هعمل كام حاله كده عندي هخلصها وانا اجي لكم. خلاص يلا شوفوا اشربوا ايه. انا مش هشرب حاجه. تشرب حاجه يا بابا؟ طب وايه يعني؟ مش فاهم فين هو؟ انا زهقت. منك لله يا بدر. بقول لحضرتك ايه؟ نعم. اتفضل معايا. ايه اتفضل معاك؟ اتفضل معاك فين؟ انا اخويا سابني في اهم قرارات حياتي، استرجل انت معايا بقى. تعالى معايا لو سمحت. يلا بقى يلا. اتفضل. حضرتك متوتر ليه؟ انا مش فاهم، احنا لسه ما عملناش اي حاجه. السلام عليكم. عليكم السلام. عايزين نعمل تحليل، عايزين رقم. طبعا اتفضل. رقم 23. ده قدامه كتير؟ لا اللي جاي على طول. اللي جاي؟ اتفضل. خلاص اتفضل بقى. حضرتك ما ينفعش. يلا يا سيدي. اقعد. احنا دورنا قريب ما تقلقش. مش كنا استنينا بدر بدل الكسفه اللي انا فيها دي؟ انت مكسوف من ايه وانا معاك؟ انا مش فاهم. ما هو ده اللي كسفني. حق عليا. قلت ننجز بدل ما احنا قاعدين مستنيين وكده. خف التوتر حضرتك. ما تقوليش حضرتك، اتعامل معايا عادي. ما انا بتعامل عادي حضرتك. تتعامل معايا عادي ازاي في اللي احنا فيه ده؟ قول لي يا خالد. ما يصحش برضه. بقول لك ايه، لو النتيجه طلعت ايجابيه وطلعت انا ابوك، يبقى قول لي حضرتك ساعتها وابقى ابوس ايدي كمان. ابوس ايدك؟ ده انا هتمرمغ تحت جزمتك. ايه رايك؟ اسكت ان شاء الله هتطلع ايجابيه. ولو طلعت سلبيه بقى معاك نمره الدكتور تروح له عشان يبقى يعالجك. هتطلع ايجابيه ان شاء الله. ولو طلعت سلبيه يبقى خدني بقى حضرتك عالجني في اي حته، ما انت في مقام والدي برضه. مين اللي بيكلمك؟ لا دي مراتي. طب ما اجيب ارد عليها. بس يا ابني ترد على مين؟ انت قلت يا ابني، انت قلبك حاسس والله. دي الليله الزرقاء اللي انا فيها. في ايه يا حبيبي؟ انت هتفضل مفرشح لي بقك كده؟ انا مش مصدق ان انا قاعد قصاد حضرتك. مش مصدق؟ بقول لك ايه، انت الجرح اللي في راسك ده انت مولود بيه؟ معقوله يعني في حد بيتولد بجرح غير هاني شاكر او تامر عاشور؟ لا طبعا. طيب يعني بقاله قد ايه كده؟ لا ده من زمان قوي زمان. طب من ايه هو؟ رقم 23. ده الرقم بتاعنا. يلا نروح. يلا بقى ما تتكسفش. يلا انا اللي هتكلم. يلا. احنا 23. اتفضل. لو سمحت كنا عايزين نعمل التحليل اللي هو الدي ان ايه ده. تمام مفيش اي مشكله خالص. احنا بس بنحتاج عينه من الاب وعينه من الابن. طبعا مفيش مشكله. فين الابن؟ انا الابن. طب وفين الاب؟ تعالى. هو الاب. نعم.